عليكم. ناس كتير بتيجي تسألنا عن جلسات البي ار بي والميزوثيرابي عشان مشاكل شعرهم، لكن بيبقوا هما قلقانين هل الجلسات دي هتكون مفيدة ليهم ولا لا. اول حاجة بنعملها ان احنا لازم نعرف الاول ليه في تساقط شعر او ليه في مشكلة في فروة الراس، لان ده ممكن يكون بسبب اسباب كتيرة. ممكن يكون بيعكس مشكلة اصلا صحية زي مثلا الذئبة الحمراء او اضطرابات في الغدد، وممكن يكون بسبب عدم التعامل السليم مع نوع الشعر او فروة الراس، وكمان ممكن يكون بسبب مشكله في فروه الراس نفسها. دلوقتي احنا عندنا جهاز اسمه الترايكوسكوب او الديرموسكوب، وده بنقدر نشخص بيه سبب المشكله دي، ونقدر نعرف هل البصيله عايشه ولا فيها مشكله، الشعر مش هيطلع تاني، وساعتها نقدر ندي العلاج المظبوط. وكمان نقدر نفرق ما بين تساقط الشعر بسبب عوامل وراثيه او بسبب نقص فيتامينز او توتر او فتره اجهاد بيمر بيها الجسم. بنشخص بالجهاز الديرموسكوب، نكتب خطه العلاج المناسبه، وناخد اكتر استفاده ممكنه من جلسات البي ار بي او الميزوثيرابي او اي جلسات تانية للشعر انتوا بتسالوا عليها.